أهلا بيكم. النهاردة هنبص بتمعن كده على فكرة ومحتوى لافت بصراحة. عنوانه بيقول كيف تدخل دائرة المال. أهلا بيكي. فعلا العنوان ده بيشد. بيشد وبيخلي الواحد يسأل ليه ناس كتير رغم إن الفرص موجودة ويمكن أكتر من زمان بكتير، خصوصا مع الإنترنت والأدوات دي كلها، بيفضلوا بره، يعني مش بيدخلوا دايرة الفلوس زي ما المصدر ده بيسميها. تمام. فالمحتوى اللي معانا بيقدم وجهة نظر ممكن تبان جريئة شوية. بيتكلم عن إنها زي لعبة، الأغنياء عارفينها والكتير مش واخد باله منها. وهو ده المهم دايما، إننا نشوف وجهات النظر المختلفة دي حوالين الفلوس والنجاح. يعني مفيش كتالوج واحد للنجاح المالي. النهاردة خلينا نركز على الأفكار الأساسية اللي الطرح ده بيقدمها ونفصصها شوية. بالظبط. طيب نبدأ بأول نقطة وهي بصراحة صادمة شوية. الأغنياء مش أذكى، هم بس دخلوا اللعبة بدري. امم الفكرة دي يعني المصدر بيعتبرها أساسية، كأنها بتقول إن الاعتقاد السائد بتاع لازم خطة كاملة وتكون جاهز 100% قبل ما تتحرك، ده مش شرط أقضي وقت طويل قوي في المذاكرة ليه. وقت طويل جدا. والتحليل هنا وده اللي لافت للنظر، إن كتير من اللي عملوا فلوس فعلا بدأوا بحاجات يعني ممكن تبان بسيطة قوي في الأول، أو حتى مش كاملة. زي إيه مثلا؟ يعني فكرة محتوى بسيط، منتج رقمي لسه في أوله، خدمة صغيرة بيقدمها. الفكرة مش في البداية تكون مبهرة، لا، الفكرة في إنك تبدأ أصلا. عكس اللي بيستنى اللحظة المثالية، بالظبط. اللي هو بستنى أبقى جاهز تماماً ودي يعني بصراحة ممكن ما تجيش خالص. الطرح ده بيتكلم عن كأن في كود كده للنجاح المالي. حط نفسك في مكان الفرصة ممكن تظهر فيه. ابدأ. ابدأ حتى لو مش فاهم كل حاجة لسه. آه. يعني مش بس تبدأ، لا، تبدأ باللي في إيدك حالا. وبسرعة كمان؟ بالظبط. هو المصدر بيلمح لأمثلة عملية عشان يوضح النقطة دي. يعني مثلا حد ممكن يكون عمل أول مبلغ في حياته من تصميم بسيط أوي عمله عن كانفا. كانفا الأداة المجانية دي؟ أيوه. وباعوا الناس يعرفهم، يمكن على واتساب حتى. أو مثال تاني، حد بدأ يقدم خدمة كتابة سي فيز على منصة زي فايفر. وده مش لازم يكون دارس HR يعني؟ مش شرط خالص يكون خبير موارد بشرية متخصص أكاديمياً. الرسالة هنا حسب وجهة النظر دي بتقول إن الخبرة الحقيقية والمعرفة بتيجي كتير قوي مع التجربة نفسها، يعني بالممارسة، مش لازم تبقى كاملة قبل ما تبدأ. وده بقى يرجعنا لفكرة دايرة الفلوس اللي قلناها في الأول. تمام. حسب التصور ده هي مش مكان مقفول على الأغنياء وخلاص، لأ، دي زي ما قلت ساحة مفتوحة. مظبوط. ساحة للي بيجرب، اللي بيغلط ويتعلم ويكسب وهو ماشي، اللي هو بيشارك في الفعل نفسه. ودي نقطة مهمة قوي، الفرق بين إن الواحد يفضل واقف بيتفرج من بعيد كمراقب يعني، وبين إنه يقرر يدخل الدايرة دي ويبقى لاعب بجد. وهنا السؤال بقى، طب لو الواحد فضل مراقب، إيه اللي بيفوته بالظبط؟ إيه اللي بيفوته؟ حسب الفكرة دي، مش بس المكسب المادي اللي ممكن يجي، لا، الأهم كمان فرصة التعلم والتطور اللي بتحصل لما تحتك بالسوق بجد، لما تجرب وتغلط. يعني البقاء كمراقب منطقة أمان، بس بيمنعك تكتسب الخبرة العملية دي، خبرة اللعب نفسها. طب ما هو ممكن حد يقول يعني إن التأجيل ده حرص مش خوف، يعني الواحد بيدرس السوق وبيخطط. هل الطرح ده بيفرق بين النوعين دول من التأجيل؟ سؤال كويس. بصي، هو الطرح ده بيركز أكتر على إن الغالبية العظمى من حالات التأجيل، حتى لو الواحد بررها لنفسه إنها حرص، بيكون أساسها الحقيقي هو الخوف. خوف من إيه بالظبط؟ الخوف من إن الحاجة ما تطلعش مثالية، الخوف من الفشل، أو انتظار الوقت المناسب اللي هو يمكن ما بيجيش. هو مش بيقول إن التخطيط وحش، لا طبعا، لكن بيحذر إن التخطيط ده يبقى هو الهدف في حد ذاته ويمنع الواحد إنه يبدأ أصلا. الفكرة الأساسية، مخاطرة صغيرة محسوبة أحسن بكتير من مفيش مخاطرة خالص. يبقى الخلاصة من وجهة النظر دي، المشكلة الكبيرة مش نقص الفلوس أو المعلومات أو حتى المهارات الأولية، لا خالص. المشكلة في تأجيل الخطوة الأولى دي، وتجنب أي مخاطرة حتى لو كانت صغيرة قوي. وفي جملة قوية قوي بتلخص ده، بيقول: أنت مش فقير، أنت مأجل البدء، أنت مش جاهل، أنت مش بتخاطر. بالظبط، دي لخصت الموضوع كله. وممكن نسيب نقطة أخيرة كده للتفكير برضه من نفس المصدر ده. يا ريت. لو الواحد فضل بره الدايرة دي زي ما المصدر بيشوفها، هيفضل يتفرج على قصص نجاح ناس تانية، وممكن طول الوقت يقول لنفسه أنا كان ممكن أعمل زيهم، أو يمكن فكرتي كانت أحسن من دي. دي بتحصل كتير. فالسؤال بقى اللي المصدر ده بيخلينا نفكر فيه، بناء على الكلام ده كله، إيه هي الخطوة الواحدة؟
خطوة صغيرة جدا بسيطة قوي، ممكن الواحد يعملها النهاردة، مش بكرة ولا بعده، النهاردة. خطوة تحركه من مكان المراقب ده وتقربه ولو سنة صغيرة إنه يبقى جزء من اللعبة دي. سؤال مهم فعلا للتفكير. خطوة صغيرة جدا النهاردة.